في هذا الفيديو سنتعرف معا على شخصية بارزة في الرياضة السعودية، وهو سمير المحمدي الأمين العام الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم. من هو؟ ما أصله؟ وما هي ميوله الرياضية؟ خلونا نكتشف التفاصيل سوياً. من هو سمير المحمدي؟ اسم برز مؤخراً في الرياضة السعودية بعد أن تم تعيينه أميناً عاماً للاتحاد السعودي لكرة القدم في 3 سبتمبر 2025، خلفاً لإبراهيم القاسمي، ضمن سلسلة تحديثات تنظيمية مرتبطة برؤية السعودية 2030. سمير المحمدي إداري رياضي سعودي في العقد الرابع من عمره، عرف بخبرته وكفاءته في العمل الإداري. بدأ مشواره من خلال منصب الرئيس التنفيذي للجنة المسابقات، ثم في ديسمبر 2024 أصبح مستشاراً أول لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن ينال ثقة المسؤولين ليعين في منصبه الحالي. إلى جانب ذلك، يشغل المحمدي منصباً مهماً آخر، وهو الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأهمية دوره في تطوير كرة القدم السعودية. أما عن ميوله الرياضية، فالمحمدي معروف بحياده الكامل، إذ لم يعرف عنه تشجيع أي ناد رياضي منذ صغره، ويؤكد دائماً أنه يخدم جميع الأندية السعودية على مسافة واحدة، بعيداً عن أي انتماءات أو ميول شخصية. وبالنسبة لأصله، يعود سمير المحمدي إلى قبيلة المحاميد من حرب، وهي من القبائل العريقة والبارزة في المملكة العربية السعودية. وبهذا عرفنا أهم المعلومات عن سمير المحمدي ومسيرته في كرة القدم السعودية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وشاركنا رأيك في التعليقات. برأيك، هل حياد سمير المحمدي ميزة مهمة لنجاحه في منصبه الجديد؟